طيب ثواني بس عشان ابدا. خلينا نبتدي بالصلاة على النبي. عاملين ايه؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله. اخبار الدنيا معاكم؟ ماشي كله تمام. اكتر من كده خطر. احنا جايين ايه؟ نرزق 5% كلامنا جد. طب عشان نكون متفقين. الباقي كله الباقي كله هبد في هبد. احنا جايين نرمي اللي بنقوله صباح ثانية واحدة بس، هناخد كوبي رايت على هبد في هبد دي؟ لا ليه؟ ما في برنامج مين اسمه هبد في هبد. مين برنامج الهبد الفني؟ مين منافس لنا في السوق. ايه كروان مش زميل. زميل عمل يا جدعان. برضه كروان دلوقتي انفلونسر ايه؟ ماشيها. انفلونسر قد الدنيا. سيبي الحوار بالنسبه لكم انفلونسر. معلومة احترام يعني، بس هو يعني في الميتشيا في الميتشا. احنا اتحبسنا. على الاغلب يعني على الاغلب. بحوار القطط ده انا كان عندي قطه مراتي يعرفها. يا لهوي يا لهوي. كان القطه دي مش قطه، هي مرات اب. بتعاملك بتذلك بتنونو كتير جدا جدا والله العظيم، وبتعاملك هنا معامله خدم. تمام يا ابن افتح لي حاجه كده مسي علينا بحاجه. في جبران خدم اقسم بالله يا جدعان. انا مديها له ايه؟ عود فرنساوي. اقسم بالله رجعها لي بطل رجعها لي بسم الله فرخه شمرت مع بجد. اقسم بالله كرياتين بروتين رجعت له فرده كتفت. زمان لما كانت عندنا كانت بتاكل عادي من اي اكل البيت، تحط لها اكل البيت تقول لك فين الجورميه بتاعتي؟ التونه الجورميه ريو. رجعوني للانكل جبران. كان بياكلها حاجات يعني من سبلمنت. شوف انا من طبعي يعني في الاكل ما بصرفش قوي عليه، لكن انا عمري ما انسى مره جبنا اكله سمك انا وجبران. اقسم بالله يا جدعان احنا اكلنا جمبري كابوريا ورز دبينا فاكر عنده. كلنا اقسم بالله انا يعني مثلا 5 دقايق رحت فارد على السرير، نمت نومه كانت من احسن نوم اللي نمتها. من احسن النوم. احسن النومات اللي نمتها في حياتي والله العظيم. انا نايم، انا بحلم بيه وانا نايم. عارف اللي هو اسد البحر ما يهمني. اصلا جبران كان فاكر الاغنيه دي بتاعت اسد البحر، بس هو اللي غناها ما كانش فاكر. ايه ده عرفت ازاي؟ بتبان في كل مكان. بنضرب في ماليزيا دلوقتي بلوك ليست من ماليزيا. هي البلد الوحيده اللي انا سوري مش عايزها فيزا. اول مره يخش بلد قانوني بيخونكم. تدور على حدود اي بلد لو سمحت دخلوني. وطي يا امريكاني. انا امريكاني وماي باسبورت ده حميني ومحدش يقدر يلمس. بمناسبة الاكل في فرنسا، رحت فرنسا قبل كده؟ انت اه مش باين عليك انت دخلوك فرنسا؟ يا ابني دخل تهريب. مش انت كنت وراه بالنسبه بقى ده ايه لما واحد يبص في طبق غيره؟ ما هو ده المثل بقى بيقول لك تطلع من ضرر زيت صح حاجه زي كده. فاللي هو ايه ده فعلا المثل اللي هو انت ما دام انت طلعت من الحته اللي انت وانت بتحب رمضان بامانه ربنا يعني انت اكل رمرمة. قصدك رمرمة الاكل من الزباله ولا رمرمة المليانه؟ ها؟ لا استنى نقول عليك رمرم. لا مربرب اختلاف رمرمة. اختلاف مربرب. بس يا اخي فرنسا واخدين عنها فكره وهي في الواقع شيء زباله. اي حد راح فرنسا بيقول لي بمشي في الشارع بلاقي جرادين بحجام الفاميلي. ماشي احنا بلوك ماليزيا دلوقتي فرنسا. ايوه شوية ونبقى اوروبا. يلا مكملين ان شاء الله. طيب 5 دول عشان كده. ايوه خلاص. انا برضو لما نزلت الشرقيه كانت الدنيا هناك احسن. من احلى الاماكن بجد اللي في فرنسا كانت نيس وليون. زازي. لا الزقازيق ده عندهم في الشرقية. كمان سفر. والله الحمد لله. انا نزلت الاردن ترانزيت مطارها تحفه. نزلت لبنان ترانزيت مطارها من اروع المطارات. مطار بس؟ يعني الحمد لله. ترانزيت انا سياحتي في المطار. انا مقيم مطارات. بنزل نايس حلو خلاص. شو دي؟ انا نزلت الفيوم. انا رحت الفيوم. نزلت العياط. ايه رايكم صحيح في القلم؟ انا ليه بحس الجاموس اصلا معاك بيه؟ انا بحس الحاجات دي بدعه. ليه نجيب لوزه؟ انت متخيل ان هم حلبوا لوزه؟ احنا سيبنا بقره كبيره جدا تنزل لنا يعني ايه رزق من خيرات ربنا كتير. تنزل لنا لبن منها كده. بس ربنا بل اسمع احنا اللي نجيب لوزه نمسكها صراحه وكتير بقى. انت متخيل كل لوزه بتطلع قد ايه؟
مثلا نقطتين 3. فعلا هو فعلا اسمه عليك باللوز لان هم بيحلبوا اللوزه. ده المصيبه لو طلعت لا. لا يا جدعان انتوا عارفين بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اللوز يفرموه ويضغطوه فبينزل منه العصاره بتاعته. سؤال بقى، دي فتوى ولا دي اكيده؟ لا ده من عندنا كده جدعان. على الاغلب شفت حاجه زي كده. ده كان ماشي يقول لاصحابي ده ديد ليفتر كنت فاكرها كده. الشرقيه. محمد مصطفى خضر من الشرقيه مركز ابو حماد. حسام مصطفى خضر من الشرقيه ابو حماد. السؤال القوي، كيف كانت فتره الكورونا معك؟ يسالوني ازاي جات لي كورونا؟ ازاي يا احسن؟ من الباشا. هو اول مره ينقل لي الكورونا بالعض. طعمت بعدين عضني هنا والله العظيم. نمت صحيت عندي كورونا، رحت اخدت المسحه دي والله العظيم عندي كورونا. انا مش بهزر. تذكر لما كنت انا وانت واحد من الشباب ايوه وقفت في الشارع التليفون من عندي كورونا. من عنده كورونا وهو معانا في العربيه. نحب نعرفكم على البروديوسر استاذ رشاد ابو سمره. يا الف اهلا وسهلا وزكفة لعيون الشباب. الراجل بيتعب معانا في الايديتنج وفي التصوير وان شاء الله حلقتين كمان ويسيب لنا. ده جاي ولا ده لوجو. ده جاي واسنانه توجعه ضرسك عنده طبعا. طاحون. كان عنده طاحون. فيش اي دكتور اسنان بيعمل لنا سبونسر؟ يا ريت والله محتاجين. احنا بنناشد. عندي اسلام اخويا. لا طب بقى سؤال بجد، من بعد ما اخدتوا التطعيم بتاع الكورونا حسيتوا ان انتوا فعلا جسمكم بقاش زي قبليه ولا؟ التطعيمه الثانيه ده اليوم اللي انت نفخت ايوه اول مره كان هما مش عارف جرعتين. خدت الاولى زي الفل. الثانيه لما خدتها روحت البيت خدت بروفين ولا حاجه. بروفين مفيش مورفين. تعالى. تعبت شويه منها اقسم بالله. فجاه وانا قاعد لقيت هي عينيا من تحت راحت منفوخه، بقي بوتوكس. رحت ايه خدت فيشل للبوتوكس. وشي عامل كده وعينيا عملت كده وبقيت شبه قدام الفيخه بتاعت سبونج بوب دي. كلمت جبران عدى عليا. جبران انا خدت انا مش على مرفوع والله منفوخ. لو عندي صوره مش هبقى احطها. افتكرت شكلي عامل ازاي مش هحطها. المهم نفخت عدى عليا راح خدني. يعني ساعتها بقى انا عرفت ان عندي حساسيه من اللي هي المسكنات. انت شفتوه؟ الراجل اللي بيتعب في الايديتنج الاسبوع ده هو برضه بيجيب لنا ميه. ممكن تكتب لي واحده لو سمحت؟ بدأت ب 2700 عشان ما حدش يضحك علينا. كل هذا عشان دخلت. احنا لازم نغطي شباب غطوه عشان ما يجي الاسبوع احنا ما ايوه عشان الدعايه عشان الدعايه ما يكلمنا. ممكن نشد على فكره ونحط يافطه اي محل حابب يعني. عادي يعني فاهمين. لا هتفيدنا في حاجه ولا هتضرنا في حاجه. الارض كرويه مسطحه، في ناس مستخبيه ورا الجدار، في ناس مستخبيه جوه الجدار. مش عندي لا هروح هناك ولا يا عم احنا نروح هناك فين؟ احنا بنروح سيرين قبلها باسبوعين وبنكنسل في الاخر. لا بتكنسل. هذا الموضوع اللي هنبدا فيه مش هيخلص. يا الله من وين نبدا؟ من انه بيردش على التليفون ولا انه بيجهز طلعه بالاخير بيسحب في اخر دقائق ولا دائما الاتصالات اللي بتجيك قبل الطلعه بربع ساعه احمد لازم تروح تحرر فلسطين. احمد عباره عن بني ادم بيعشق النوم. لا بطل كده. جالي البيت مره والله بيضايقني بيقول لي انت ليه مش هسلم؟ ليه؟ الراجل عنده حق يعني. عشان انا المفروض اهي المرحله كلها الموضوع قصدي. المعلم ممكن يتصل بيك يقول لك يلا ايه ننزل النهارده وهو اللي قايل لك يلا ننزل النهارده. هو الكلام ده حصل من يومين. ويكلم الشباب ويلا احنا طالعين. بفقد الشغف. ببقى انا في ساعتها في مود حلو ان انا اطلع. استنوا بس. بتغلط في البار؟ لا بفقد الشغف. شايف والله العظيم مش حلو. لا ما فتحتش في الموضوع ده. جبران انت بتحبسني والله بتحبسني. احنا خدامين الحكومه. واحنا خدامين الحكومه. 5% في كلامنا الجد النهارده نعمه لازم نحمد ربنا عليها. افتكر اهم حاجه ان في ناس كتيره من اخواتنا مش لاقيين، ان احنا في نعمه كبيره. طبعا ما ننسى اخواتنا في غزه ونسال رب العالمين انه يفرج عليهم كربهم وعلى اخواننا كمان في السودان وفي سائر بلاد المسلمين. طيب ايه هو احنا جايين نخطب؟ الله يلا طيب عمي احنا جايين اليوم
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. احنا مجموعة شباب بس بنهبد. الاشي اللي قاعدين بنعمله احنا قاعدين بنحكي رأينا، لا له دخل في علم ولا له دخل في دين ولا له دخل، ما تاخذوا في كلامنا. احنا بس بنحكي اشياء من رأينا ومن منظورنا، مبني على اشياء احنا عشناها، اشياء احنا بنفكر فيها. كلامنا ما بتاخذ على محمل الجد، كله مزح بمزح. طيب بشكل عام المايك هيموت مخنوق. هلا يعني هذا اكبر دليل على انه ما تاخذوا في كلامنا. بريك. سارة هاي عندي الكاتب